بيقولوا الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة. دي الرسالة اللي وصلتنا النهاردة من الحديث الأبوي الذي دار اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبنائه للطلاب المشاركين في أسبوع الجامعات المصرية العاشر بجامعة قناة السويس. خلي بالك بقى معايا كده من توقيت الرسالة اللي أرسلها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلي بالك وركز قوي لأن ليها أهمية في المرحلة اللي احنا فيها. منين بقى بتيجي الأهمية يا رجالة؟ الأهمية بتأتي من إننا لدينا دستور تم وضعه في ظرف تاريخي، والحقيقة خلونا نتفق إنه كان هناك نوايا حسنة عند وضع هذا الدستور، وكلام الرئيس السيسي النهاردة واضح في هذه الجزئية. ليه بقى؟ لأن الذين وضعوا الدستور فيما يبدو يعني أنهم ما كانوش عارفين إن هم حطونا وحطوا البلد تحت إيد ربما تكون غير أمينة. مش الكل طبعا عشان ما حدش يقول احنا بنتهم كل الناس، لكن نقول ممكن تكون الأغلبية كده، بدليل إننا أمام مرشحين في هذا البرلمان ذهبوا وتقدموا بأوراق ترشحهم وهم مدمنين حشاشين لدرجة في بعضهم، والكلام ده مش بنقوله خلاص او من عندنا، انما احنا بنقوله اللي اتنشر في الصحف ومن جهات طبية رقابية اجرت لهم التحاليل. النهاردة مثلا على سبيل المثال الكوميسيون الطبي في الاسماعيلية كشف عن تعاطي 5 مرشحين للمواد المخدرة. امبارح نشرت الصحف عن وجود مرشحين في الشرقية تعاطوا حبوب منع الحمل عشان يخفوا اثار المخدرات بالتحاليل الطبية اللي اجريت لهم. طب ممكن تسألني بقى ايه المشكلة اللي بتخلينا نقول دلوقتي ان الدستور تمت كتابته بنوايا حسنة؟ لان هؤلاء النواب او مثل هذه النوعية من النواب اصحاب المزاج العالي قوي وسطوة المال. عيش معايا بقى، مزاج عالي وسطوة مال، اضمحلال ثقافة سياسية، عديم ما بيفهمش، حمار قاعد قدامك في البرلمان. ده هيطلع لك ايه؟ هؤلاء وغيرهم هم الذين سيقومون بالتحكم في الوطن، لأن الدستور جعل للبرلمان سلطة التوغل على بقايا السلطات. يعني احنا كنا زمان أيام فتحي سرور وأيام الحزب الوطني بنقول عليه اللي هو البرلمان يعني سيد قراره. دلوقتي هيبقى مش سيد قراره بس، ده هيبقى سيد البلد، سيد وسيدة وكل وسيدنا. وبالتالي كلام الرئيس السيسي النهاردة في إشارة إلى أن البرلمان القادم يجب أن يتم تقليص سلطاته. ده اللي أنا فهمته عموما، واللي هنكون أمام مجلس أو برلمان لا يدفع البلد للأمام، هنكون أمام برلمان يعطل القوانين وهيدمر الخطط. وخد بالك بقى الرئيس ملهوش حزب سياسي جوه البرلمان، وأغلب السياسيين اللي داخلين دول داخلين علشان مصالحهم وبس. وما تنساش ان بتوع الحزب الوطني داخلين البرلمان داخلين، وان ممكن يكون الاخوان بتلعب مع بعض الشخصيات من اجل ان يكون لهم موضع قدم في البرلمان القادم. خد بالك كمان بقى معاهم السلفيين، والثلاثة دول بقى من المؤكد ان هم هيحاولوا ان هم يخلوا البلد محلك سر بما فيهم السلفيين، لأن هؤلاء جميعا ليهم طار بايت مع مصر بعد 30 يونيو سواء شئنا أم أبينا. يبقى اللي عايزين نقوله إنه بالفعل الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة يا رجالة، ولا بالدساتير أيضا تبنى بالنوايا الحسنة وتوضع بالنوايا الحسنة. وبما إننا بنتكلم بقى عن النوايا السيئة والحسنة، أنا الحقيقة ملاحظ من امبارح كده في كمية هجوم من بعض الإعلاميين ضد رئيس الوزراء الجديد، من إعلاميين كتار. أنا مش فاهم إيه سبب الحكاية دي ومش عارف، وأنا مش قادر أحط إيدي على السبب الحقيقي. عموما أنا عايز أخدهم معايا إلى مقال كاتبه النهاردة الأستاذ صلاح منتصر في الأهرام عن رئيس الوزراء الجديد المهندس شريف إسماعيل. بيقول فيه إنه سنة 2013 بالتحديد يوم 10 ديسمبر حضر ندوة كانت تحت رعاية الجمعية المصرية الكندية، وبيقول الأستاذ صلاح إنه في هذا اليوم التقى لأول مرة بالمهندس شريف إسماعيل، وكان لسه ماسك وزارة البترول من 6 شهور. سجل عنه بقى ملاحظة مهمة جدا، قال إنه أمام رجل منظم جدا. ليه بقى الأستاذ صلاح قال هذا الكلام؟ لأنه يومها بيقول أنا استمتعت واستمعت للمهندس شريف إسماعيل وهو يتحدث بصراحة تامة وبوضوح عن أوضاع البترول في مصر وأوجزها فيما يلي الراجل وقتها. قال إن إنتاجنا من البترول لو استوردناه من الخارج